السلام عليكم، يا رب تكونوا كلكم بخير وعلى خير وكتنعموا بالصحه والعافيه وعواشركم مبروكه. اليوم غادي نشارك معكم الطريقه ديال الفقاس اللي غادي تخدميه وانت مرتاحه وغتقطعيه وغادي تحتفظي على الشكل ديالو، ما غيتهرس ليك ما حتى شي حاجه. خليكم مع المكونات وطريقه التحضير. اول حاجه غادي ناخذ القصريه فاش غادي نخدم وغادي نعمل فيها 6 ديال البيضات، حراره المطبخ الحجم المتوسط، وغادي نضيف لهم واحد الساشي ديال الفانيليا من الحجم ديال 7 ديال الغرام، وغادي نضيف لهم ايضا 2 الكيسان ديال السكر الحجم ديال الكاس ديال العنبه ولا القياس ديال الكاس العنبه. صافي، وغادي نحرك هاد المكونات هادو بهاد الفوي هذا. نتوما بامكانكم تستعملوا اليد ديالكم، انا خليت ما نستعملش اليد ديالي حتى الاخر، حتى تبغي تجمع لي شويه العجينه ولا تقصح لي العجينه عاد غادي نستعمل يدي. صافي، حركت مزيان حتى تجانس هاد المكونات هادو، وعاد غادي نضيف ليهم دابا 2 الكيسان ديال زيت المائده. نتوما عبروا بالكاس ديال العنبه تماما، يعني نفس العبار ديال كاس العنبه. صافي، من بعد ما ضفت هاد الزيت هذا غادي نرجع باش نحرك المكونات مزيان يتجانسوا مع بعضياتهم. دابا غادي نضيف 2 المعالق ديال النافع. نتوما بامكانكم تعملوا معلقه كبيره ديال النافع ومعلقه ديال حبه حلاوه، انا اكتفيت غير بالنافع فقط. وغادي نضيف 3 المعالق كبارين ديال الزرجلان يعني ديال السمسم، وغادي نضيف كاس ديال الزبيب بعد ما كان عندي منقوع في ماء الزهر، وكذلك كاس ديال اللوز حتى هو كان عندي منقوع في الحليب في كاس ديال الحليب. وهذا الحليب هو اللي غادي يخلي لنا هاد العجينه اولا هاد الفقاس ديالنا هشيش، فوقاش ما بغينا نقطعوه ما كيتهرش. صافي، وغادي نبقى نضيف الدقيق تدريجيا، وغادي نضيف معاه 2 الخميرات ديال الحلويات. هنايا عملت من فئه 8 ديال الغرام. صافي، الدقيق غادي نبقى ندخلو في هاد المكونات هادو تدريجيا كيف ما كدي تشوفوا. عيني ميزاني بالنسبه للدقيق، انا استعملت النوع الممتاز يعني خاص بالحلويات. عملت في المجمل كامل 900 ديال الغرام. صافي، هذا هو الطحين اللي تخلي في هاد المكونات هادو اللي عطيتكم كاملين. صافي، بقيت كنجمع العجين يعني كندخل كيف ما كتشوفوا هكذا شويه بشويه، واذا نقصني كنزيد. بالنسبه للعجين هانتوما كتشوفوا غير بالاصابع وكنجمعوا العجين، يعني ما كندلكوش نهائيا، ما كندلكوش هذا العجين ديال الفقاس نهائيا. صافي، كنجمعوا حتى كيتجمع لينا، كيجينا ماشي قاصح ماشي مجموع وماشي خفيف بزاف. صافي، بحال هكذا كنكونوا حصلنا على العجين اللي حنايا بغينا. صافي، من بعد ما حصلت على العجين كيف ما موضح معكم، غادي نجيب واحد السكين وغادي نقسم هذاك الحجم على 4 أو 6 كرات. صافي، غادي ندورهم بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، غادي نحطهم جانبا باش يجيوني ساهلين منين نكون كنقادهم. صافي، الصينيه ديالي وضعت فيها الورق ديال الزبده. هادوك الكرات غادي نحربلهم كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا، يعني كيكون العجين ديالنا ملس. واذا كان شويه كلصق لكم في يدكم بامكانكم تدهنوهم بالزيت. صافي، ومن بعد غادي ترجعوا تقادوهم كيف ما كتشوفوا. كان شي جهه عاليه راكم كتضغطوا شي شويه عليها حتى كيجيكم متساويين كاملين بحال. صافي، غادي ندوز للكره الثانيه حتى هي غادي نعمل لها نفس الشكل، يعني كنحاول ندهن شويه يدي بزيت المائده باش ما يلصقليش هذا العجين هذا، وكنحاول نضغط شويه وفي نفس الوقت كنحاول ندور. واذا كانت شي جهه عاليه على اخرى راني كنحاول نقادها. صافي، وكنقاد لهم شويه الجوانب وكنحطهم في الصينيه. هاد الصينيه هذه هزت لي 4 ديال الكرات كيف ما موضح معكم. صافي، من بعد ما ساليتهم كاملين جبت واحد الفنيته ولا واحد الابره. من بعد ما عقمتها في الماء مغلي دزت قبت هاد الحريبلات هادو اللي عندي باش ما كيتنفخوش لينا وكيتشقوا لينا في الفران. صافي، ومن بعد عاد غادي نضيف ليهم من بعد عملت صفار البيض وعملت قهوه سريعه الذوبان، حركتهم مزيان وهما باش دهنت لهم الشكل يعني الواجهه ديالهم كيف ما كتشوفوا. المهم دهنتهم كاملين مزيان، ومن بعد غادي نجيب واحد الشوكه كيف ما موضح معكم. صافي، وغادي نعمل واحد بحال تزيين بسيط بحال خطوط هكذا مموجه يعني عشوائيه هكذا باش يجي فيها داك المنظر لما يطيب. وصافي، غادي ندخلو الفران في درجه الحراره 180 درجه، وغادي نشعل ليه من التحت فقط يعني حتى يتحمر من التحت.
وعاد غادي نشعل ليه من الفوق صافي. وها الفقاص ديالي من بعد ما خرجته من الفران، شوفوا داك الخطوط اللي عملنا من الفوق عطالو واحد الديكور، واحد المنظر مزيون، وحتى من التحت راه تحمر صافي. غادي نخليه، غادي نزولو من هاد الصينيه وغادي نحطو غير هنايا على سطح العمل اللي كنخدم عليه، وغادي نخليه واحد ربع ساعه حتى نصف ساعه، ومن بعد غادي ندوز نقطعو مباشره كيف ما موضح معكم. راه كيتقطع مزيان، ما تخافوا لا غيتهرس ولا غادي يتفرتت ليكم ولا والو. يعني السر كامل كيكون في ديك الكاس ديال الحليب اللي ضفنا له في الاول، كيخلي العجينه ديالنا اولا الفقاس ديالنا كيكون رطب وكيكون هشيش صافي. من بعد ما قطعته كنرجع نستفو في هاد الصينيه اللي طيبت فيها صافي، وغادي ندخلو للفران وغادي نشعل من الفوق ومن التحت، وغادي نخليه يتحمر مزيان ياخد الشكل اللي كنبغيوه، يعني يكون الشكل ديالو في التحمار مذهب. وصافي هكذا كيكون الفقاس ديالي وجد، وخرجته من الفران كيف ما موضح معكم هنايا في الصوره صافي. غادي نزولو وغادي نضيف يعني الفقاس اخر اللي كان مازال اللي خصني مازال نزيد نحمرو وصافي. من بعد ملي ساليت كلشي حطيته في الطبسيل كيف ما موضح معكم. وهذا هو الشكل ديال الفقاس اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى يعجبكم، واذا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال عملوا لي جيم وعملوا لي متابعه، ومن هنا لتما خليت لكم الراحه. الله يعاونكم.